الناس اللي طلعوا فوق بينسوا ان هم كانوا مع الناس اللي تحت، ومن هنا بتبدأ الفرقة، وكل واحد يبدأ يقولك انت مين وابن مين، انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه، شوف انت ماشي ازاي وانا ماشي ازاي، زي ما بيقول احمد سعد. لما قعدت افكر كده في كلمة قبيلة حسيت ان هي لها علاقة كده بحاجة شبه القلب شوية، يعني هو مش المعنى الصحيح، ولكن من ترابط الناس وتواجدهم مع بعض وقلبهم على بعض بحس ان ليه علاقة بالموضوع. قاعدين بقى وبيتجمعوا حوالين نار وبيحكوا حكايات النصر. وفي مرة من المرات قام شيخ القبيلة بيقول لو فضلنا زي ما احنا كده محدش هيقدر علينا طالما احنا ايد واحدة. ردت القبيلة على طول عليه وقالت له ايد واحدة، ايد واحدة، بس مش بتاعة الثورة دي، بتاعة القبيلة. وبعد سنين حصل اللي حصل، اتخانقوا مع بعض واختلفوا على مين الأحق بالحكم. واحد من ولادهم قام وقال لا أنا مش زيكم، أنا الوارث. وفي اللحظة دي اللي كانوا فيها كلهم إيد واحدة للأسف اتحول اتبدل الموضوع وبقوا سكاكين في ظهر بعض.